يا صلاة الزين يا صلاة الزين على خديجة، يا صلاة خديجة ولا بقولوا ايه؟ عايز بقولوا ايه؟ يا صلاة الزين وخلاص. وعليكم. خلاص اي حاجة. يا حاج انا عامل ايه؟ ازيك يا احمد؟ عامل ايه يا احمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ والله تمام الحمد لله. يا اخويا ما حدش مش خالص كده، تقوم من النوم على الشغل ومن الشغل على النوم. هنعمل ايه بقى يا حاج؟ هنعمل ايه؟ ربنا يقويك يا ابني، وسع عليك. انا اقول تسلم لك يا حاج. ايه، احنا عايزين غير مصلحتك، وربنا يوسع عليك وتشتغل ليل ونهار كمان، مش عايزين حاجه. ماشي، المهم يا حاج قول يا حبيبي. تشرب شاي؟ لا لسه شارب من شويه. فبتاكل؟ بعمل لك اكل. لا ماليش نفس، كمان شويه كده بقى اتغدى. يعني بعمل لك فنجان قهوه يظبط دماغك. ها الواد ماله النهارده؟ اعمل لك شاي، اعمل لك اكله. بس يا سيدي، قول بقى اخرك انت عايز ايه؟ يا حاج وانا عشان أعمل معاك كده يبقى لازم يا اخي. ايوه انت تقول لي انت، وانا اعرف ابني من النهارده. شويه الاونطه اللي انت بتعملهم دول، واخد بالك انت؟ ها ما تعملهمش إلا لما اكون محتاج حاجه، واخد بالك؟ عايز فلوس، عايز مصلحه، عايز حاجه، فانت خش دغري كده وقول لي عايز ايه. عاوز الصراحه، عاوز من الاخر. ايوه انا عايز من الاخر. انا عاوز اتجوز. عايز تتجوز؟ يا حلوه حاج دي، عايز تتجوز. طيب وانت تتجوز منها يا احمد؟ اتجوز من ايه؟ يعني معاك تكاليف الجواز دي، يعني مصاريف الجواز والذي منه، ولا انت مش عامل حسابك، ولا عايز ايه بالظبط؟ المفروض يا ابني، احنا المفروض انت لما تقول عايز واحده يبقى انت اذا دلوقتي انت مجهز نفسك على الذهب، على الشبكه، على مصاريف الفرح، الحاجات دي مجهز نفسك. والله يا حاج يعني حسك معانا بقى في الدنيا كده. حسك معانا في الدنيا. طيب ماشي، حس معاك في الدنيا يا اخوي. انت معاك طب كام؟ والله يا حاج يعني مثلا معايا حوالي زي بتاع 10,000 وانت كمل بقى عليه. طيب الذهب. ماشي يا عم، ماشي. وانا اللي اعرف ان انت بسم الله ما شاء الله يعني صنايعي، بتاع مبلطاني صح؟ ما انت تلاقيش بتتكلم على قلبك بقى كده. يا حاج عيب. انا عمال اقول انا سايبه براحتي، وبقول خلي الواد يصرف، خلي الواد يعمل، وما دقلكش على حاجه. بس ما اعرفش انت بقى بصراحه لامم نفسك كده وحافظ على نفسك وواد ناصح. ماشي يا سيدي. طيب قدامك حد ولا اشوف لك اني؟ لا انا ما قداميش حد، هشوف انت بقى. اشوف لك انا. طيب يعني فلوس وكمان عروسه. طيب واجب عليك يا حاج. ماشي يا عم. تعرف انت الهدى ده، تعرف الواجب صح؟ ده تعرف الواجب، انما الموضوع تجيله انت لوحدك كله مش واجب صح؟ ماشي يا احمد، حاضر. ما انا هعمل ايه؟ ما هو ابني الوحيد ماليش غيره. حاضر يا احمد. طيب قول لي يا سيدي، مواصفاتها عايز قال لي انت هتتجوزها دي؟ والله يا حاج احنا عاوزينها تكون بتعرف تغسل، ايوه تنشر، ايوه. تعمل اكل ماشي، وتروق البيت والكلام ده كله يعني. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، انت مش عايز كده واحده تتجوزها؟ لا يا حاج. انت عايز واحده تيجي تخدمك؟ انت كده عايز خدامه ولا عايز غساله اوتوماتيك؟ يا ابني الجواز مش كده يا حبيبي. ساعة ما تقول انا عايز اتجوز لازم تختار واحده تبقى بالتصور، واحده ليها رجاله. زي المثل كده بيقول لك قبل ما تناسب حاسب، واخد بالك انت؟ لازم تختار واحده كده بنت حلال تصونك، وفي نفس الوقت لو عيت تسندك، ترضى بالقليل قبل الكتير، واخد بالك انت؟ تبص لبيتك ما تبصش لبره بيتك، مش كل شويه انا عايزه زي فلانه، انا عايزه زي علانه، الكلام الفاضي ده اللي تفكر فيه يا احمد. وبعد كده اللي انت هتجيبها دي بنت ناس متربيه، اهلها صارفين عليها سواء تعليم او تربيه يا ابني، مش تجيبها تغسل ماشي الحاجات دي، بس الحاجات دي يعني في الاواخر، واخد بالك؟ او في الاواخر خالص. هي طبعا اي واحده يا ابني لازم بتعرف تطبخ وبتعرف تكنس وبتعرف تعمل كل حاجه، لكن ما تبقاش الحاجات الاساسيه اللي انت عايزها فيها. لا انت عايز بني ادم تعيش معاك، بني ادم تحس بيك وتحس بيها، لازم يبقى في بينك وبينها حب، لازم يبقى بينك وبينها ود وتعاطف، واخد بالك ازاي؟ فانت سيبك من حاجات نقي لي يابا دي، انت شوف بنفسك يا احمد يا ابني اللي تختارها انت. تختار واحده تبقى بنت ناس، بنت اصول، واحده تقدر تعيش معاها، واخد بالك؟ ما تبصش بقى ان هي حلوه، ما تبصش ان لبسها مش عارف وشويه الاحمر والاخضر والابيض اللي هم بيحطوهم دول، واخد بالك؟ والبواريك اللي بيحطها، سيب الكلام ده كله حاجات ملهاش لازمه. انت واخد بالك يا احمد يا ابني؟ هو ده اللي تفكر فيه، وهو ده اللي تعوزه، مش اي عروسه وخلاص يا احمد يا ابني. خلاص. ها هتعمل ايه؟
شوف بقى، شوف اتكل على الله وشوف ده واحد زي ما انت بتقول كده بالمواصفات دي. الله ينور عليك. واحده تشاركك حياتك كده يا ابني، وتحافظ على مالك وتحافظ عليك في غيابك. ربنا يكرمك يا ابني وربنا يرزقك، واني مش هبخل عليك، اقف معاك في الفرح يا عم ده عشان فيك حد. واساعدك. بس على فكره ايه، ما تفرحش قوي كده، مش كله عليا، لا، ده انا هساعد بحاجات بسيطه عشان انت تبقى راجل تقعد بدراعك، أنت واخد بالك؟ بس مش همك عليا، عشان لما البنت تيجي في بيتك العروسه يعني تبقى مالي عينها. انت اللي شغال وانت اللي صارف، مش ابوك. وابوك ايوه هيصرف، لكن يعني حاجات بسيطه، مش كله على ابوك يعني. وهو يا ابني خد نصيحه مني، ان ما كنتش تمنع عن عين الست، واخد بالك، بمالك وبذوقك وباخلاقك، هتبقى بالنسبه لها حاجه كده صفر على الشمال، مالكش لا مؤاخذه لازمه في تعريفك. وانا ما رضيتش ابني يبقى كده، انا عايز ابني يبقى راجل من هدوم، هو اللي بيصرف من جيبه، ما يعتمدش لا على ابوه ولا على امه ولا على حد، يعتمد على رب سبحانه الله وتعالى ثم على دراعه، واخد بالك انت؟ هو ده الراجل، وانا اللي هو نفسي فيه ده يا احمد، وانا عارف ان انت راجل، واخد بالك من ده الراجل، واخد بالك، ما تقبلش قرش يجي لك من هنا ولا من هنا ولا حد يصرف عليك جنيه، انا عارف. وعشان كده يا ابني بقول لك ايه، يبقى ناقصك ايه؟ ان انت بس ايه، تختار العروسه الصح. ماشي يا احمد؟ خلاص يا حبيبي، وان شاء الله ربنا يرزقك بنت الحلال. وعلى فكره دور، ولو ما لقيتش تعالى لابوك، وانا برضو مش هاخر منك. في واحده كده مدكنها، بس لما انت تغلب حمارك قول لي يعني. مين، قول لي مين. لا، لا بسم الله. ده انا شايلها لما يغلب حمارك. قول لي بس مين. عايز تعرف يعني؟ ايوه. ضروري. انت عارف البت بنت ابو احمد ابراهيم؟ اه بنت، ايوه اللي اسمها اسماء دي. ايه، بنت اللي اسمها اسماء. ايوه هي دي. ايه رايك فيها؟ تعليم ومال وجمال واصول وتربيه، اهم حاجه. بس كنت مدكنها لك لما انت يغلب حمارك، بس انت لما قلت لي بقى قلت اقول لك لو عجباك اروح لك من بكره، ولا لك من دلوقتي اللي انت شايفه وانت اروح شايفها لابوها كويسه خلاص. لا هي كويسه وزي الفل بصراحه، وكمان بتحفظ قراءه الكتاب كمان بتاع البلد عندي كمان اللهم صل على النبي. ايوه، امال ايه، حافظه كلام ربنا. بسم الله ما شاء الله، دلوقتي هي في الجزء الثالث يا واد يا زحلوق، والجزء الرابع حاجه زي كده، وكل المعلمين بيشكروا بيها. كويس تمام. بسم الله ما شاء الله. كويس. والشيخ بتاعهم نفسه بيشكر فيها كمان. لا لا لا، ده انا مرقد لك ده وسائل لك سائل لك، مش اي حاجه يعني. لو عايزني اروح اكلم لك ابوها روح. يتكلم وكده وشوفوا هتمشي ازاي. انت يعني تمام ولا ايه؟ تمام ان شاء الله. طب خلاص ماشي، حضر نفسك اخر النهار كده بعد صلاه العشاء ان شاء الله، وانت في الجامع ناخد بعضها ونروح عند ابو احمد ابراهيم ونتكلم عليه ونطوفنا كتير. ماشي يا حاج. ماشي خلاص، يلا يا عم. بس جاز بقى الفلوسات بتاعتك ال 10000 جنيه دول ما يحوش حاجه دلوقتي ان شاء الله. واخد بالك الذهب بكام دلوقتي؟ الذهب عالي. بس انا برضه هساعدك برضه بقرشين، بس اعمل حسابك مش هساعدك على طول، هي المره دي بس. وانت بقى بعد كده بقى ايه، تعمل جمعياتك وحالك وربنا يكرمك. ماشي يا حاج. ماشي؟ يلا ماشي يا أحمد. مع السلامه. انا بقى الشغل انا. روح يا حبيبي، ربنا يلا. يستر عليك، ربنا يوسع عليك يا احمد يا ابني، ربنا يستر عليك ويرزقك بنت الحلال اللي تصونك، واد راجل ومحترم، مش عشان ابني لا، هو الواد بصراحه وحرص على نفسه، وانا اللي فاكر ان بيصرف فلوسه كلها على الفاضي والمليان. نمس يا احمد، انت مدكن الفلوس 10000 ماشي، نجيب من شقات كده يعني قول ب 15000 كده ولا حاجه، وهم بيتراضوا. ابو احمد ابراهيم ده جدع وغلبان ويتراضى، واخد بالك، ونعمل لهم كده فتحه كده على الضيق ويلبس الحاجات، والجدع ان هو بقى في الباقي. امال ايه، انا مش هصرف عليا ولا يعمل عليا. يلا ربنا يسترها عليه وربنا يسهل له الحاش. او ماني اروح اصلي العصر لحسن صلاه العصر وجبت